السلام عليكم خوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. انا رجعت لكم فيديو جديد على القناه. المهم اليوم ان شاء الله يا ربي نحضر معكم رغيفات معمرين بالملح. المهم الفطور. المهم دابا اذنت العصر، يلا اذنت العصر. غنبداهم. المهم نفطر هانتوما. المهم هذه هي لقطات من الفيديو، التوجه ديالهم كيفاش كيجي. المهم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عفوا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 5 الكيسان د الطحين، 5 الكيسان الطحين، الطحين العادي، الفورس الابيض. وعندنا كاس د الفينو، ضروري من هذا الفينو. الفينو هو اللي كيخلي المسمن ديالنا بحال كيجي مورق. هانتوما هو اصلا كيجي مورق، ولكن حتى كنزيدوا له مكون باش نكونوا نطلقوا العجينه، كنزيدوا له مكون اخر. المهم بالنسبه لهنا عملت 5 الكيسان في كاس هي 6 في كاس الفينو. عملت مغروفه زيت زيت، المهم زيت الروميه عاديه، ومغروفه زيت الزيتون، هي جوج المغارف. هانتوما كما كتشوفوا ها مغروفه ثانيه زيت الزيتون على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه لهنا زيت مغروفه السكر، هانتوما كما كتشوفوا. وعندنا المهم نص مغروفه د الملح، نص مغروفه صغيره د الملح، ماشي كبيره، نص مغروفه صغيره. هانتوما كما كتشوفوا. هنا الخميره د الخبز، عملوا قبيصه د الخميره د الخبز، ماشي بزاف، قبيصه. هانتوما كما كتشوفوا. وغنزيدوا الخماره بيكن باودر. المهم بيكن باودر غتعملوا وحده مكموله، واحد بيكن باودر مكموله. انا صراحه الله ما كانتش عندي وحده مكموله، باش كملت 8 غرام. زدت من الاخرى اللي فيها من الخماره العاديه اللي فيها، المهم اللي فيها 10 غرام، زدت منها شديدو باش كملت الخماره ديالي. هانتوما كما كتشوفوا. المهم كتسمى مغرفه صغيره عامره باش كتكمل بيكن باودر العاديه. هانتوما كما كتشوفوا. وبالنسبه لهنا غنخلطو بالماء. بالنسبه للماء لما يكون دافي، الماء دافي هو اللي غنخلطو به، وغتعجنوا وخليو العجينه ديالكم خفيفه. المهم بالنسبه لطريقه العجن، هذا الفيديو شرح راسو براسو. هانتوما كما كتشوفوا. هنا كتحاولوا ديك الخميره وديك، المهم الشيء اللي عملتوه تحاولوا تخلطوه مزيان مع داك الطحين ديالكم، بحال اللي كتفوروا السميده بيدكم على هذا الشكل هذا. عاد غتضيفوا الماء. هانتوما بالنسبه للماء كما كتشوفوا، يعني الماء باقي يلاه طفيت له باقي سخون، ماشي حامي عاود تيذوب لكم الخميره ويذوب لكم منافع الخميره وما تعطيكمش مفعول. يعني لما يكون دافي وصافي. هانتوما كما كتشوفوا كتعجنوه على هذا الشكل هذا. ما كتدلكوها ما والو، هاد العجينه ما فيها لا دلك ولا والو. المهم نتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش هي. هانتوما المهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لهذا العجينه اللي عملت لكم كتجي الحلو والمالح. اذا بغيتي تعدل بها بتيبان، ولا الرغيفات حلوين، ولا الرغيفات مالحين. دابا حاليا في هذا الفيديو هذا غنعمل لكم الرغيفات مالحين. في فيديو غدا ان شاء الله يا ربي غنعمل لكم الفيديو الرغيفات حلوين. هانتوما كما كتشوفوا هنا مثال العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، ما دلكتها ما والو. كنعملها شويه الزيت، كنغطيها ببابي سلوفان. هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي كنلولو العجينه ديالنا وكنخليوها تختمر، وكنجيو دابا باش نعدلوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه صراحه الله، المهم هي بالنسبه للتعميره، يعني الحشوه وسط الرغايف. المهم تعمير الرغايف كتبقى اختياريه كل واحد وشنو يقدر يعمر فيها. دابا انا باش معمرها انا حاليا، المهم يعني حاولت نعمل داكشي د الحوت. بالنسبه لكم باش ما بغيتو بالجداد، بغيتو بيضات مسلوقين والتون باش ما بغيتو. المهم هانتوما كما كتشوفوا هنايا، كنعمل هاد الكويرات على هاد الشكل هذا. بعدا هما الاولى. هانتوما كما كتشوفوا او قسمت 4 الدوارات اللي قسمت. هانتوما كتذوب سهوله، ما كتعطر، يعني ما كتعطر فيها ما والو. والعجينه تلقى راسها مزيان من بعد ما كتخمر. شحال ما خليتوها تخمر، شحال ما مزيانه، 4 ساعات 5 ساعات، المهم شحال ما بقات تخمر مزيانه.
ها نتوما هما 4 دوار ديالي لويتهم بسلوفان وخليته. هنا جيت الحشوه اللي غتكون في وسط العجينه الرغيفات ديالنا ان شاء الله ربي. عندي هنا 2 جعدات، واحد القريعه، المهم قرعه كروجيت وواحد المطيشه وواحد البصله. هنا حكيتهم على هذا الشكل هذا في الحكاك اللي كيبشر رقيق ماشي غليظ بزاف كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هانتوما انا قلت لكم بالنسبه للتعميره كتبقى اختياريه، هذه هي التعميره اللي كتعجبني انا، يعني كتجيب مذاق الحوت، وهي اصلا فيها الحوت. هانتوما هنا عندي بصله ومطيشه، ما بغيتش نحكم باش نختصر دغيا حيت الوقت بدا كيقرب صراحه الله. غنعمل بصله ومطيشه هي في مونينكس وطحنتهم هانتوما كما كتشوفوا. صراحه الله هنايا كنت كنزرب حيت قرب الوقت بالمعقول. كنت كنزرب يعني ما قربت تاذن وانا باقا ما طيبتهمش. صراحه الله سماها ملي كتكون طيب هنا وهنا كتعيا بزاف وما كتجبر كيف تبقى كتدعي تجري. استغفر الله يا ربي، عفوا. هانتوما كما كتشوفوا هنا عملت 4 فصوصات الثوم، 4 فصوصات الثوم حكيتهم وعملتهم في المقله ديالي. هنا جبت المهم اي كسرونه اي طبسيل عندكم قدامكم، المهم اللي قرب لكم كتجيبوه وتنزلوا فيه هاد الشعريه الصينيه ديالكم، كتكبوا عليها المطايب مغليان على هاد الشكل هذا باش كتذوب. صافي كتنزلوها على جنب كتخليوها تذوب ونجيو نعدلوا لقمان الحشوه ديالنا. المهم بالنسبه للحشوه غنعدلوا شويه الزيت، المهم قليل ماشي بزاف، شويه زيت بلديه وشويه الروميه على هاد الشكل هذا. الملح شويه الملح. المهم اللقامه كتعملوا على حسب هذاك المقادير اللي عندكم. الكيمون، الابزار، المهم انا كنشوف عاد كنقول لكم الحمراء، مغرفه الحمراء، مغرفه الابزار، مغرفه الكيمون، مغرفه الملح، شاصيه الزعفران على هذا الشكل هذا. كنعملوا الصحتار، المهم مغرفه الصحتار، انا الصحتار عندي محكوك كنطحنو في مونيكس، كنطحنو ونعملو في الطاسه ديالو باش كيجيني ساهل. هنا جبت الربيع وعملت الربيع قزبر معدنوس على هذا الشكل هذا. هنا جبت الحامض مسير، المهم عندي مرقد، كنعمل اللب ديالو وشويش من القشره ديالو اللي مرقده من طبيعه الحال، كنعمل شويش على هذا الشكل هذا. هذا اللي كيبغي واللي كيبغي الحامض واللي كيبغي الحار يزيد الحار، حتى الحار كيجي مزيون بزاف. انا الحار كنتفاداه، اللي بغى الحار يعمل الحار. بالنسبه لهنا انا عامره بالكالامار، المهم الكالامار والتون غنعملها انا. بالنسبه للكالامار كتجيبوا المهم شحال ما بغيتو الكالامار. المهم هنايا عندي نص كيلو الكالامار غنقطعو سليتو على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما هنا قطعتها عملتها طيب مع التوابل ديالي من بعد ما تشهروا. هنا عندي طبسل فيه مايزينا، كنجيب العجينه ديالي صراحه الله كتكون مرخيه بزاف، يعني كترخى الا عطيتوها وقتها في باش ترتاح مزيانه بزاف صراحه الله. هانتوما كما كتشوفوا هنا جبت العجينه ديالي، كبيت زيت في سطح العمل وطلقت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هانتوما المهم ما خصكمش تخلوها غليظه، خصكم تخلوها رقيقه على هذا الشكل هذا حيت باش تجيكم مورقه. هانتوما كما كتشوفوا المهم ديجا يكون فيها داك التقيبات اللي كيتقبوا د العجينه، ما تخافوش منهم عادي حيت اصلا حنا غنطويوها من بعد عاد غنرقوها، يعني هادشي عاديه. خاص ما تتورق ما يجيش فيها داك التقيبه هذيك ما تعذبكمش وما طيحكمش من الحشوه. المهم من بعد ما كنهدكوها كنكبوا فيها ما كنطلقوها كنكبوا فيها قطيره الزيت والنشا اللي غيورق لكم هاد العجينه هو النشا اهم حاجه انها كتورق صراحه الله. هانتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. وكتزيدوا الطبقه الثانيه د المايزينا، كتردوا العجينه هانتوما كما قلت لكم واخا مقطعه عاديه حاولوا غير تقدوها بيدكم وصافي. المهم اليد هو اللي كيتحكم في كل شيء، تحكموا فيها غير بيدكم. هانتوما كما كتشوفوا صافي كتردوا هذه على هذه وكتردوا اخرى على هذيك وصافي. ها هي الرغيفه ديالنا الاولى واجده. هذا الرغيفه هذه غتخرجنا 9 د الرغيفات صغيورين صافي. هانتوما كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لهنايا هانتوما كما قلت لكم بالنسبه لهنايا. دابا غنجيب وحده اخرى
غنجيب يخرة ونعاد نعاود نفس الطريقة. هانتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. عرفتو كنمونط لكم فيديو وداتني عيني نعاس وداتني عيني ونزلت فيديو كملت نعست وفقت عاد كملتكم على فيديو. صراحة الله الواحد يكون مهلوك صعيب يكمل الخدمة ديالو والله العظيم. هانتوما كما كتشوفوا دابا هنايا هانتوما نفس الطريقة اللي عملت نيخرة كنعملو بهاد الطريقة هادي. هانتوما على هاد الشكل هذا. دابا هنايا عملت جوج د الرغيفات وجوج اخرين خليتهم جوج اخرين غنعمل بهم الحلو. هانتوما كما كتشوفوا هنايا الحشوه ديالي من بعد ما طابت غنجي نزيد لها الزيتون وغنزيد لها واحد طاس د التون، واحد طاسه التون. هانتوما الزيتون بيض بامكانكم تزيدوا لها زيتون كحل. ها هي من بعد ما طابت واشتفت مره مرق يعني شحتت مره زدت لها الزيتون وغنزيد لها واحد الحك د التون او طاسه د التون. هانتوما التون مطيشه من طبيعه الحال على هذا الشكل هذا. والشعريه ديالي من بعد ما قطعتها مزيان بمقص كنضيفها للحشوه ديالي وكنخلط مزيان. خلطوا داكشي مزيان على هذا الشكل هذا. راح هاد الكرامه كتجي مزيونه بزاف. هانتوما دابا جات الطريقه باش نعدلوا الرغيفات ديالنا. هانتوما كنعدلوهم على هذا الشكل هذا. صراحه الله هادو المهم هادو هنايا كاينه 3 في 3. كان خصني نقطعهم نزيد نقطعهم لكن ملي بانوا لي بحال رقيقين بزاف قلت ما غنقطعهمش. هنا الطريقه التجميع عادي. هنايا الكاميرا صراحه الله ما بينت لي شي صحاب لي كتبين لي مقيوات مضروبه ما رضيتش يبان خليت الكاميرا كما هي وكملت الخدمه ديالي حيت انا قلت لكم مضروبه صراحه الله هذا. خصني كندور الحريره خصني نطحن العصير يعني ما مضروبه لهداك الشيء ما رضيتش يبان صراحه الله التصوير. هنا هي كنضرب. نتوما شوفوا الطريقه هي كيفاش كنجري. هانتوما شوفوا كتعدلوها. المهم كتردوا قنيت على قنيت وكتجيبوا الوسط كتشدوا بالزيتونه. المهم كتشدوا بنص الزيتونه. هانتوما كما كتشوفوا هنا تتوري ما كنوريكمش كيفاش كنوري غير كنوريكم ونزل في اللاطه نهائيا. شوف دابا عاد لاحظت بلي ما كنتش كنوريكم نهائيا ولكن ان شاء الله يا ربي نحاول. هانتوما هنايا يلا قلت لكم نحاول نوريكم. المهم نتمنى تكون شفتوا الطريقه. هنا كما قلت لكم جاوني رقاقين غنحاول نضوبلهم. المهم نتوما كتحكموا في العجينه كيف ما بغيتوا. هايدا نضوبلوهم. هانتوما شوفوا واخا كنبغي نقول لكم شوفوا كنسى بلي انا ما وريتكمش اصلا الطريقه. هانتوما نتمنى هذه تكون بانت لكم واخا بعيده صراحه. هي دي قريبه على الله تبان لكم. هانتوما شفتوا كيفاش كترد قنيت على قنيت وكتشد بالزيتونه. هذه هي الطريقه. هانتوما عاد عندي الوالا كيطيبوا في الفران لا طلوا كطيب في الفران الثانيه كنعمر فيها. المهم تجري وصافي مع هاد تماره وهاد الشغل تجري وصافي ملي كتقرب المغرب. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما هذه الطريقه سهله صراحه الله. هانتوما المهم بالنسبه للفيديو صراحه الله طويل بزاف حاولت ندار فيه كامل ولكن فيديو باقي طويل. المهم هانتوما شفتوا الطريقه كيفاش النيه كملوا الفيديو حتى الاخر تشوفوا الطريقه وتشوفوا حتى كيفاش جاو صراحه الله لا متقرمشه. دابا راه الفيديو اللي كنمونت لكم انا دابا راه كليت وفطرنا الله يتقبل يا ربي يا الحبيب وفطرنا وقينا كلشي ديالنا. عاد نمونطي هذا الفيديو هذا باش ننزلو لكم نحاول ننزل لكم في الصباح ان شاء الله يا ربي. المهم دابا شويه السحور غنحاول ننزل لكم في الصباح. المهم في الصباح يكون نزل لكم نزلوا في السحور وفي الصباح يكون نزل لكم. المهم هانتوما كما كتشوفوا صافي الفيديو راه شرحته براسو. وهنايا ها هما طابوا وملي كيطيبوا عفوا قبل ما يطيبوا كنعملوا لهم صفر د البيضه مع شويه د الخل وشويه د نسكافي وكدهنوا بهم وكتذوقوا مساحه الجدجدان ولا المهم السانوج الاسود المهم باش ما بغيتو. هانتوما كتشوفوا الطريقه. نتمنى الفيديو هذا النهار يكون نال الاعجاب
الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد ديالي، وكنشكركم بزاف ومع السلامه. هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة